انا سندوتش الكبده اللي على عربيات الكبده في الشارع. تعال اقول لك الكبده دي مصدرها ايه وبتدمر جسمك ازاي. انا مش جايه من الجزار، انا جايه في كرتونه بلوكات مجمده، جايه من الهند او البرازيل، وممكن اكون متخزنه بقالي سنين. طبعا لو دقتني ساده هتعرف حقيقتي، عشان كده بيغرقوني توم وكمون وخل. التوابل دي معموله مخصوص عشان تداري على اي طعم زفاره او فساد. انا ما بتغسلش، لو اتغسلت لوني هيبيض وهبقى طعمي مش حلو. الدم والسوائل اللي بتنزل مني هي اللي بتعمل الصوص التقيل اللي انت بتغمسه بالعيش. الزيت اللي انا بكون فيه ما بيترميش، بيفضل موجود، والزيت ده لما بيتفاعل مع الدهون اللي فيا بيعمل لك احلى سندوتش. حموضه وسرطان. الكبده البلدي معروفه، لونها وردي، ريحتها نظيفه. عايز تاكل كبده؟ هات نص كيلو بلدي واعمله في بيتك، صحتك اغلى من سندوتش مجهول الهويه. بلاش الكبده المستورده، خليك في الكبده البلدي واعملها في بيتك عشان تحافظ على صحتك. وشير الفيديو وانقذ غيرك. عرفت الزتونة؟ تابعني وحافظ على صحتك، عشان لسه عندي أسرار كتير للمطبخ هتبهرك. أشوفكم الفيديو الجاي.